الحقوقيه اللي باقا متشبته بالحركه ديال 20 فبراير. تحيه نضاليه للمعتقلي الحركه ديال حركه 20 فبراير. تحيه نضاليه عاليه للشهداء الحركه ديال 20 فبراير. وبالتالي هذا اليوم 27 اليوم الوطني لمجلس دعم حركه 20 فبراير اللي الشعار ديال هذا اليوم هذا هو الحريه لكافه المعتقلين السياسيين وعلى راسهم معتقلي حركه 20 فبراير. فالان نحن نتجاوز سنتين ديال الحركه ديال 20 فبراير. هاد سنتين هادي تتبين بالملموس بان النظام المغربي هو نظام واحد تيعرف فقط الاعتقالات والاجهاز على المكتسبات ديال المواطنين والمواطنات. تيعرف فقط انه يدل الشعب ديالو عوض انه يحاول يعطيه الكرامه والحريه. وبالتالي الحركه ديال 20 فبراير مصره انها تمشي قدما في تطبيق المطالب ديالها الاساسيه. المطالب الاساسيه ديال اولا القضاء على الفساد والاستبداد في هذه البلاد. الا ما جيناش ناضلوا، الا ما جيناش نتوحدوا، سواء كنا سياسيين نقابيين حقوقيين جمعويين، تنعرفوا بان البلاد الان تتعيش ازمه خطيره وخطيره جدا. الازمه تتعيش منذ ما يسمي بالاستقلال الشكلي لهذه البلاد هذه، والخيرات تنهب والفساد دار الجذور وعشش. وبالتالي اشنو بقى الانسان تعيش في الحقره، المواطن المغربي تعيش في الحقره. فإلا بغينا ننتفضوا ضد الحقره فخصنا نعرفوا بان الحركه 20 فبراير بالنسبه لنا هي مخرج. فالسياسات اللي مشات فيها البلاد خلال هاد 40 سنه، تنقولوا السياسه اللي مشات فيها البلاد هي السياسه ديال التفقير، هي السياسه ديال التجويع، هي السياسه ديال النهب. وان الوقت هانتوما تتشوفوا ما يسمى بالحكومه المهزله من داخل ما يسمى بالحكومه، تتشوفوا بان الاطراف ديالها بيناتها متصارعه. علاش؟ متصارعه على حقائب وزاريه، ومتصارعه لانها ما عندهاش خط برنامج ديال الشعب. فجميع الاشياء اللي انتخبوا عليها كلها مشاو ضدها. الان تيقول لك بان المغرب تيعيش السكته القلبيه. فراه منذ انطلاق الشعب المغربي وهاد الحكومات والمغرب عايش على السكته القلبيه. باش نسميو حنا السكته القلبيه الان تيقول لك ما كاين فلوس، ما كاين حتى حاجه. وفين هي الخيرات هذه اللي عندنا حنا؟ عندنا جوج بحوره، ما عندش حتى دوله.